قدمت الفتاة زجاجة ماء للسجين، لكنها لم تتوقع أن يرش عليها الفضلات بسخرية ويبدأ بالضحك بشكل هستيري. غضبت الفتاة وخلعت معطفها استعدادا لتلقينه درسا. أخذ منشفة وغطى بها الباب. أرادت لارا دخول إلى الزنزانة، لكن زملائها قاموا بتهدئتها. ارتدت القفازات وسحبت المنشفة لتتركه دون أي وسيلة للتغطية، لكن السجين وجد منشفة أخرى بطريقة ما، مما اضطرت لارا إلى استدعاء فريق خاص للتعامل معه. ازداد السجين في التحدي وأخذ يسب الحراس خارج الزنزانة. قبل وصول الفريق أبلغوه أحد السجناء بذلك، فبادر إلى أخذ المنشفة المتبقية لتغطية أنفه وفمه. فتح الفريق الخاص الباب الصغير وأطلقوا عليه بخاخ، مما جعله يشعر بالألم ويتكوم في الزاوية، ولكن هذه كانت مجرد البداية. فمع حلول الليل وحين هم السجين بالنوم، قام أحد الحراس بإمساكه وسحبه إلى زنزانة أخرى.